هذيك تبني المجتمع تاعك. لذلك بالنسبه لنا احنا القضايا المبدئيه ما فيهاش تكتيك. وقتاش تولي راهي تكتيك عند بعض الاطراف، انا شفناها اللي قبل مثلا ما يوصل للحكم. احنا مثلا نعطيك مع حركه النهضه ومع التكتل ومع الحزب المؤتمر من اجل الجمهوريه خدمنا في 18 اكتوبر بالضبط، وعندنا وثائق ملموسه على مثلا مش قلت مكتسبات المراه التونسيه اللي ما فيهاش مساس. احنا بدينا من بعدها بدينا نسمعوا فيه نوع فهمتي نتاع مراجعات. علاش التبني ما نحوشوا، علاش ما نحوش كامله يمنعوا نتاع تتعدد فهمتي منها الزوجات. بدينا نسمعوا حتى على حديث المده هذه شفت معناها على الزواج العرفي. الزواج العرفي اللي هو فيه ضربه في الحقيقه، زواج سري هو ما زواج عرفي راهو في الحقيقه. انا نقول لك مثال اليوم سامع عليك شيخ من الشيوخ اللي ختان البنات. هذا اخي هذه ثقافه الثوره. جايبين لنا شيخ اللي يدافع على ختان البنات في مصر، فهمتني؟ هذا تو هذه ثقافه الثوره. تو الشعب التونسي ناضل وضحى وماتوا منه شهداء باش نرجعوا بتفكير من هالنوع فهمتي من هذا. هذه هي ثقافه منها الثوره. اي لكن يقول لك هذا ايضا كان مقموع في عهد بن علي. تو شو كان تو المطالبه بختان البنات كان مقموع في عهد بن علي. لا الشيخ هذا مش لا شيخ، لا مش قضيه نتاع شيخ هكاك. بن علي راهو مش كان يقمع في خصومه الكل. بن علي كان يقمع في خصومه، والمشكله مش المثل بن علي كان كل واحد يمثل عليه خطر او يعارضه يقمعوا. اما مش معناها اكل مقموع هذاك راهو بالضروره صحيح يدافع على راهو بالضروره فهمتي من صحيح. على خاطر انه شيخ اليوم يدافع على ختان البنات هذه في ربع تعتبر جريمه يتحكموا عليها في فرنسا ويتحكموا عليها في المانيا. تعتبر واللي يشدوه يمارس في الممارسه او يدعو للممارسه هذه يتعدى فهمتي منها على المحكمه. وقتاش طرحت في تونس ختان البنات؟ طرحت في تاريخ تونس؟ عمرها ما طرحت في تاريخ منها نتاع تونس. هي من العادات المصريه الفرعونيه. لا مش هيك بالعادات المصريه وفي بعض البلدان معناها الافريقيه واللي هي معناها في نهايه الامر معناها من اشكال معناها الاضطهاد البدائيه فهمتي منها المراه. ما عندهاش علاقه بين قوسين راهي بالاسلام وما عندهاش علاقه راهي فهمتي منها معناها بالدين، وانما هما شيوخه يحبوا يغلفوها بغلاف فهمتي منها ديني. نعم. هذا على ذكر